بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله قائد المجاهدين. اخواني الشعب سوريا العظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرنا وكتب الله علينا سبحانه ان نواجه احقر واخس واجرم واظلم نظام دموي قاتل مجرم خائن عرفته سوريا والانسانية كلها. هذا النظام نشر الفساد والرشوة والدعارة والفجور والانحلال الخلقي في بلدنا سوريا الحبيبة. حارب الدين، حارب الطهارة والعفة والاستقامة والنزاهة والوطنية. نظام دينه الإجرام واللصوصية والقمع والاعتقال والتعذيب، وعدوه هو الشعب والوطن والمواطنين والوطنيين. اخواني اهل دمشق الحبيبة الثائرين، اقبل الارض تحت اقدامكم. انتم واهلنا في حمص وبانياس والدير والقامشلي والجزيرة، واخص بالشكر والتقدير والاحترام اهلنا البواسل، اهل درعا الباسل الحبيبة الثائرين الابطال. اخواني في درعا دماءكم هي دماءنا ودماء الشعب السوري. نقطة من دمكم تساوي بشار وعصابة بشار واهل بشار. يا اخواني حبيبي، تحية لكل شهدائنا، تحية لكل شعبنا الثائر، تحية لكل بناتنا ورجالنا، تحية لشهير الأتاسي وعلى كيالي والأخوات المعتقلات والخوات الثائرات، تحية للأمهات، تحية للأرامل، للثكالى، لليتامى. إخواني حافظ أسد باع الجولان وارتكب مجازر في كل مكان، في حماة وفي تدمر. باع الجولان لإسرائيل، وبشار يريد يبيع كل سوريا لإيران المجوس ولعصارته المجرمة الخائنة. احنا نقول له سودت وجهنا، سود الله وجهك دنيا وآخرة، انت وربعك عصابة الإجرام والخيانة يا مجرم. سوريا بريئة منك والشعب السوري بريء منك ومن أمثالك يا بشار الخيانة، يا مجرم يا جبان. الطيارات اللي قاعد تدزها على درعا منشان ترعب وترهب الأهالي، ليش ما تدزها على الجولان يا خاين يا مجرم منشان تحرر الجولان وترهب اليهود؟ يا صديق اليهود، يا حامي اليهود، يا حامي إسرائيل، يا مجرم، يا مجرم، يا حذاء إيران. هذا الشعب السوري بطل. هذا انت فقدت شرعيتك من لحظة محاصرة المساجد، من لحظة اطلاق الرصاص على شعبنا. انت صرت خاين، الان نطالب برحيلك. الان انت مطلوب للشعب السوري. احنا كان سقفنا هو الاصلاح، مسيرات سلمية تنادي بالاصلاح، الغاء قانون الطوارئ، الغاء الاحكام العرفية، الغاء المرسوم 49، الغاء كل القوانين الطائفية، حل حزب البعث، حل الاجهزة الامنية، واعتقال رؤسائها المجرمين، اصدار عفو عام عن اخواننا السياسيين، اغلاق المعتقلات، اغلاق السجون، تحويلها الى دور منارات للعلم. يا مجرم، احنا قاعد نكلمك اهل العشائر السورية من شمالها لجنوبها لشرقها لغربها، قاعد نقول لك انت عار علينا والحين الان لازم ترحل. سقف مطالب شعبك يقول لك الان لازم تسقط انت واللي حواليك من عصابة الاجرام والقتل. شعبنا قرر اسقاطك. انت عدو للشعب ونتهمك بالخيانة. انت خاين من يوم ما استلمت الحكم بطريقة غير شرعية. زورت الدستور يا مجرمين، وزورت الدستور المسخرة انت وحزبك ومجلس الشعب القذر. زورت الدستور وحطوك رئيس. انت لو تستحي على وجهك ما قبلت هذه المسخرة التمثيلية، المأساة الملهات اللي جابوك حطوك رئيس صنم، حطوك عصابات المخابرات مشان تقمع شعبك تصير واجهة كرتونية يا مجرم. وهم قاعدين يلعبون من وراك ومن قدامك وبعلمك ايضا. اللي فتح سوريا للمجوس هو انت شخصيا. انت شخصيا فتحت حسينيات الفتنة في كل مكان، والله ندمرها على راسك انت وياهم يا مجرم. الان انا قاعد اقول لشعبنا شدوا حيلكم اخواني، شدوا حيلكم. كل يوم كرامة، وكل يوم غضب، وكل يوم ثورة. احنا كنا نقول جمعة الكرامة وجمعة الغضب، الان راح نقول جمعة التغيير. كل كلب امني مد يده على المواطن اكسروها. الان البراكز الامنية صارت هدف لنا. الدكاكين اللي زارعها الامنية في كل زاوية في كل مكان، المجرم قاعد تاخذ 70% من ميزانية الشعب السوري، يمتصون دمنا. وضباط مجرمين حاطين ياشين على صدورهم واكتافهم وكانهم ابطال في الجوان، هم ابطال في الخمارات ومع الدعارة ومع النسوان الساقطات. ايش قاعد يسوي طياراتك هاي؟ ايش قاعد يسوي اسلحتك هاي يا مجرم؟
ما يكفي ذبح شعبنا في سوريا، تروح تذبح الليبيين مع اسرائيليين. خبراء بشار اسد مع خبراء شارون قاعدين يذبحون الشعب الليبي. عليك لعنة الله والملائكة والناس اجمعين يا مجرم. احنا العشائر السورية قررنا الاستمرار في الانتفاضة وقررنا الثورة، ويا اخوان الشعب السوري لا تخونون بعض ولا تتراجعون، ودير بالكم من شق صفكم هذا النظام المجرم. كل الدعايات وكل الاشاعات حطوها تحت اقدامكم. احنا شعب واحد كلياتنا ابطال، ما في محافظة جبانة، ما في شعب جبان، ما في سوري جبان. كل الطوائف وكل الاعراق، العرب والاكراد والمسلمين والمسيحيين والسنة والعلويين والدروز والاسماعيلية وكل الشعب السوري، التركمان، الشركس، الاشوريين، الارمن، كله ضد هذا المجرم، ضده. حتى العلويين ضده. الفئة المجرمة اللي حواليه المستفيدة هي علوية وسنية وغيره، كلهم. مصطفى طلاس شنو هذا كلب. هذا لو شعبنا يصل له كان يوزخ بالشوارع. الكلب يقول انا في الثمانينات كنت اوقع على اعدام 150-200 مواطن سوري يوميا. الحقير مصطفى طلاس. كل هذول المجرمين. فايز النوري حاطينه رئيس محكمة امن الدولة. قسما بالله شعبنا بالدير لو يمسكك يا فايز النوري الا يدوس بمصارينك ويخليك قطع ياكلك باسنانه يا مجرم. اي امن دولة؟ امن هاي محكمة امن النظام الحقير. ما في دولة هي الشعب السوري. احنا الشعب، احنا راح نسوي لك محكمة امن الدولة السورية، الدين السوري. احنا راح نوقفك انت وهالعصابة الحقيرة هاي المجرمة في قفص الاتهام، وراح نوجه لك كل تهم الخيانة. انت حسب الدستور هذا اللي قاعد تحكم فيه المجرم هذا وحسب قانون الطوارئ، لما سلمت على كاتساف رئيس اسرائيل انت الان متهم بتهمة الخيانة العظمى، لانك صافحت رئيس الكيان الصهيوني. يا عامل لحالك في الصمود وتصدي وممانعة، وانت اكبر خاين واكبر مجرم عميل، ومن تحت الطاولة قاعد تبعت رسائل لاسرائيل وغير اسرائيل، وتروح تبعت وفود على امريكا. يبعث وفد على امريكا ورفضت امريكا تستقبله، يقول لهم اذا اسقطتوني راح يكون البديل هو الاسلام السني. كذبت يا حقير. كلياتنا مسلمين وكلياتنا مسيحيين، احنا في سوريا ما عندنا مشكلة، احنا مؤمنين. اخواننا ثاروا في الثمانينات، كان الاخوان المسلمين ثاروا على ابوك وبداسوا خشموا بالتراب تحت. الان ما نقول لك اخوان مسلمين، احنا كنا اخوان مسلمين وكنا مسيحيين وكلياتنا اسلام وكلياتنا دروز وكلياتنا اسماعيليين وكلياتنا علويين. شعب واحد، اللي برا سوريا واللي جوا سوريا كله ضدك. النسوان ضدك والاطفال ضدك والشيوخ ضدك والمتدينين ضدك والملحدين ضدك. كل الدنيا ضدك. سمعتني انت وش انت؟ نحملك مسؤولية دماء شعبنا، نحملك مسؤولية الاجرام والقمع والاعتقالات. السجون مع اتساع صار يحول الاندية والصالات الرياضية معتقلات للشعب السوري. يحط كلاب مخابراته على ابواب المساجد، الكلاب ما يصلون، قاعد يستنون المصلين يخلصون صلاة من شان يعتقلونهم ويضربونهم. الكلاب. اخواني اهل سوريا، اذا واحد من عناصر الامن مد ايده عليك اكسرها. ولما تشوفون مجموعة القرود جايين يعتقلون مواطن سوري، التموا على المواطن واحموه ودوسوا على راسهم. هاي ثورة يا اخواني، هاي ثورة. هاي ثورة احنا نريدها سلمية، بس هذا المجرم بشار يريدها دموية. نحن ضد الدم، ضد القتل، ضد الاجرام. هو المجرم مو احنا. الشعب السوري لا يمكن يكون مجرم. الشعب السوري شعب راقي، شعب متحضر. هذا نظام متخلف لا يمثلنا، هذا عار علينا، لكن بلا من رب العالمين. ونحن نصبر. احنا عشائر سوريا. شوفوا النظام قاعد يقول رؤساء العشائر هم منافقين للنظام. انا اقول له كذبت على كندرة اصغر واحد في عشائر سوريا. كل عشائر سوريا ضدك. واذا كان في واحد اثنين من بعض الشيوخ يجاملونك، تراهم والله في لحظة بينقلبون عليك ويدوسون على رقبتك، انت والحواليك. شعبنا من درعا للحسكة لللاذقية للبوشمال كلهم عرب، حضر، شواية، كله ضدك. واحيي الشواية تحية من القلب، الابطال الغيورين، النشامة اللي صوت الواحد منهم يهز مليون عنصر امن مخابرات. اخواني اناديكم باسم الضمير، باسم القيم والمبادئ الانسانية، وباسم الدين، باسم الايمان، باسم حبنا لسوريا. قفوا في وجه هذا النظام، لا تتهاونوا، لا تترددوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ربنا يقول امنوا بالله، امنوا برسوله، امنوا بقضيتكم مشان الله يوقف معاكم. اخواني انا جاني تهديد وجل اخواننا تهديد، يهددونا في اهلنا، في بناتنا، في نسواننا، يهددنا هذا النظام القذر الحقير. في واحد عنده شرف يهدد خصمه السياسي انه يحط اهله بالسجون ويعمل فيهم كذا وكذا وكذا. هذا ما عنده شرف، هذا الحقير ما عنده شرف لا هو ولا ازلامه.
هذولك لا زارعني دكاكين امنية بكل مكان بكل زاوية، ما خلى زاوية بسوريا ما حط فيها دكان امني. يريد يبيع له شوية فلافل وباخذون على العربانة يجون يشاركون فيها. كل ميزانيتنا مشان يسهرون على امن بشار والجماعة السرسرية الخونة، جماعة الخمارات، جماعة الخمارات، لصوص الشعب، لصوص النفط. رامي مخلوف الحشرة ما خلى حجرة في سوريا ما امتلكها، وهو واجهه البشار. يعني هو بيقول لك رامي مخلوف، ما احنا نعرف انك يا بشار انت يا مجرم، انت رئيس، انت المقاول الاكبر، وهذول شوية كنادر برجلك انت، وانت وياهم كنادر في احذية الشعب السوري. انت امتد على حرمة من حريمنا، قسما برب العزة لندوسك انت واللي وراك. الشعب السوري بطل، كسر حاجز الخوف، ما عاد في خوف بعد اليوم. انت اللي تخاف، انت المرعوب، وقاعد تسمع اخبار انك تاخذ حبوب مشان تهديك يا مجرم يا مريض. انت مريض واللي حواليك كلهم مرضى نفسانيين، مرضى خونة للوطن والامة. اخواني اهل سوريا في كل المحافظات، كل المحافظات، ثوروا، اهتفوا، اعملوا جمعة تأبين للشهداء، جمعة قصاص، جمعة شجاعة، جمعة اقدام. الجمعة سموها الجمعة، كل جمعاتنا، ولا تتهاونون، وكل اسابيعنا وكل ايامنا، وخاصة مع اخواننا الاكراد. يا اكراد يا اخوان، اتحركوا. النظام خايف، النظام مرعوب، قاعد يجيب خبراء من اليمين واليسار ومن اسرائيل مشان يتعامل مع شعبنا، يقتل الناس، اللي يطلق الرصاص على المتظاهرين في درعا قاعد يطلق الرصاص حتى على المشيعين، المجرم ابن المجرم. ولك انت عندك ذرة شرف، انت عندك ذرة وطنية. والمصيبة انه قاعد يتهمنا احنا شعب سوريا اللي ثار عليه وطالب بالحرية، قاعد يتهمنا انه اسرائيل حركتنا. يا مجرم، اسرائيل هي اللي جابتك انت وابوك، وكل الشعب السوري عارف هذا الكلام. حافظ اسد فشل في انقلابه لما صار الحزبيين قرروا يوميتها انه يحملوه مسؤولية بيع الجولان وحاكموا وفصلوه من الحزب. كل هذا الشعب يعرف هذا الكلام. وبليلة بنفس الليلة سوى انقلاب عليهم وحطهم، وفشل انقلابه لو تدخل السفير الامريكي في المنطقة، وقصة طويلة وشعبنا كله عارف فشل انقلابه، وحط الناس كلها في السجون، ومجرم محولها الى طائفية، وقاعد يفهم العلويين يقول لهم اذا سقطت انا، وهذا بشار يقول لهم اذا سقطت انا اهل السنة راح ياكلونكم باسنانهم. ولك يا مجرم انا اقول لك، انا شيخ عشيرة واتكلم باسم عشائر سوريا، كل العلويين كبار وصغار وحريمهم وشيوخهم احنا نفديهم بدمنا. احنا نعلمك شعب سوري، علمك الوطنية انت والامثالك يا قزم يا ابن الخاين ابن باع الجولان. نسأل الله سبحانه وتعالى لا تتراجعون اخواني. تحية لكل الشهداء، نقبل التراب اللي يدوس عليه الشهداء والثائرين. كل متظاهر يصيح الله اكبر، الله، سوريا، الحرية وبس. ارحل يا بشار، ارحل لطهران، قاعد تستناك، يستنونك المجوس اللي زرعتهم في سوريا، اللي راح نكنسك انت وياهم الى الزبالة يا مجرم ان شاء الله. احنا عرب عايشين. شوف الملك عبد الله ملك السعودية امس طلع 20 قرار لصالح شعبه، وفي نفس اللحظة قاعد نسمع اخبار انه انت مطلع 20 طيارة قاعد تذبح شعبك يا كلب. يا مجرم، يا طائفي، يا خاين، انت خائن الشعب. استمروا يا اخواني، النظام مرعوب، خايف منكم، لا تخلونه يعتقل، لا تخافوا منه. كل اجهزة المخابرات ودكاكين الامن وسلاحهم غنيمة لكم، غنيمة للشعب. من اليوم ورايح يخونون، يهددون تحت اقدامنا، تحت رجلينا. احنا الله مولانا ولا مولى لهم. احنا نتمنى الموت، كما حريصين على الموت كما هم حريصين على الحياة هؤلاء الكفر الفجراء. اللهم اني اتوجه اليك باسم الشعب السوري المظلوم، صار لنا اكثر من 40 سنة يا رب تحت احكام الطوارئ، تحت هذا النظام المجرم وهذا الحزب الفاشي الحقير المنحط السافل الكافر. يا رب اللهم سلط عليهم سيف انتقامك، وانصر شعبنا وانصر اهلنا يا رب. اللهم نصرك الذي وعدتنا، يا من قلت إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. اللهم انصرنا، ليس لنا رب سواك فندعوه. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.